السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وروتين جديد وان شاء الله يكون مفيد. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده روتين بسيط كده في مطبخي البسيط. هنغسل طبعا المواعين زي ما انتم متعودين معايا، وهنعمل تحليه صحيه حلوه جدا جدا. تابعوا معايا بس لاخر الفيديو كده، وان شاء الله باذن الله تعجبكم، والفيديو كده يبقى خفيف عليكم، وان شاء الله يبقى بسيط كده. وهنعمل كذا اكله كده مع بعض. هما ملهمش علاقات ببعض، بس انا بحاول زي ما انتم متعودين معايا ان انا راضي الكل. يعني في حاجه حد طالبها والتاني ما بيحبهاش بعمل له اللي بيحبها. بدات معاكم بالفطار. حبايبي بقى اللي متابعين لسه معايا وبالاكل الصحي، انا باكل كل حاجه يا بنات، بس منظمه الدنيا شويه. يعني مثلا ما باخدش نشويات مثلا في الفطار. ايام يعني انا كنت منزله شورتس كده، كنت منزله في الفطار، كنت واخده التوست اللي هو بتاع الرده ده. بس النهارده بقى ايه، ما كنتش واخده نشويات في الفطار. عملت سلقت بيضه كده، بيضه واحده بس، وخدت قطعه جبنه قريش، رشيت عليها شويه ملح وشويه فلفل، ما حطيتش ملح، شويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه شطه صغيرين. وجبت اللهم صل على النبي، وهعمل طبعا كوبايه الشاي دي اساسيه. والكوبايه اللي هي اللي في الجنب ديت كوبايه بذور شيا على رشه من القرفه، وحطيت عليها عصره من الليمون ومعلقه صغيره من العسل. انا اول ما قمت نقعت اللي هي بذور الشيا مع القرفه. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا، وبصراحه انا سمعتها من دكتوره. يعني هي دكتوره في التغذيه. كانت طالعه في حلقه ليها يعني، واتكلمت على القرفه مع بذور الشيا. وقلت اجربها. القرفه احنا كلنا عارفين ان هي بتعلي الحرق. شربتها كده وفطرت وكده، ودخلت بقى على الايه، على الغدا. انا كنت سلقت لحمه، كنت ولعت على لحمه عادي، سلق عادي خالص كلنا عارفينه. وكنت عايزه اعمل معمر باللحمه. المعمر باللحمه بطريقه سهله وبسيطه. انا مش عارفه الفيديو جرى مني ليه كده. بس انا عملته، يعني عملته معاكم كتير قبل كده. انا جبت اللبن، حطيت لبن على ميه وسخنتهم، وحطيت معلقه سمنه، واللحمه كانت مسلوقه حطيتها، وكان الرز طبعا مغسول ومنقوع. وقمت حاطه بقى اللبن، بقى لبن على ميه، ما ينفعش لبن بس يا بنات، عشان خاطر بيبقى حبيته واقفه، فلازم تحطي لبن على ميه. عملتي مثلا كوبايتين رز، هتحط لهم 3 كوبايات من السوائل، تنصصيهم بقى كوبايه ونص وكوبايه ونص براحتك خالص. وحطيته بقى في الفرن. وجيت بقى اعمل باميه باللحمه. يعني عاده بقى ايه، انا بحب دايما المعمر ساعات ما بعمله كنت بعمله ساده، ما بعملش حاجه جنبه. وفي اوقات ممكن تعمل، يعني ناس كتير قوي بتعمل جنبه صينيه البطاطس بالفراخ او صينيه بطاطس باللحمه عادي. انا النهارده بصراحه عملت باميه، كانت بنتي طلباها، وديت باميه بتاعت السنه دي يا بنات. انا كانت يعني لسه جايلي امبارح، قمعتها وسلقتها، بسلقها في ميه بليمون عادي. وبعدين بقوم رايحه بقى ايه، كيست منها، عملت كيس حطيته في الفريزر، وجزء طبخته النهارده يعني كده، عشان انا لما باجي افرز ما بفرزش بقى مره واحده اجيب لي مثلا 3 4 كيلو واقعد افرزهم، لا. يعني مثلا جاب لي ده كيلو ونص من الباميه. عملت كيس على قد الطبخه وحطيته في الفريزر، وطبخت الكيس التاني. يعني الكيلو ونص ده ممكن اعمله على كيسين. مش عارفه الموتوسيكل اللي متابعني كل ما اجي اسجل ينزل يعدي من تحت البيت. الله المستعان. المهم جبت بقى بصلايه صفرتها، وجبت بقى لحمه برضو قطعتها، كانت مسلوقه طبعا، حطيتها كده اديتها تشويحه مع البصله. وحطيت معلقه من هريسه الشطه، بتدي بقى ايه، يعني بتبقى حراقه كده وحلوه. إيه، واللهم صل على النبي. وقمت رايحه بقى ايه، حطيت الباميه، شوحت كل ده في بعضه. وقمت رايحه جايبه بقى ايه عصير الطماطم بتاعي، ضربت الطماطم في الخلاط وصفيتها. وزي ما انتم شايفين بقى التفل اللي كان طالع من الطماطم ده. مش بقى يعني، انا ما بحبش، دايما بحب اصفي الطماطم سواء في خضار سواء في مكرونه او اي حاجه، بحب دايما ايه اصفي الطماطم. مش بحب التفل بتاعها ده. وكمان التفل بتاع الطماطم من المعلومات يعني بيجيب حصو على الكلى. انا بحب اعمل للباميه طشه يا بنات.
في اللحظة ديت كان الحامل بتاعي كان بيتكسر، الدايرة بتاعت الحامل دي كانت بتاخد التليفون وبترجع لورا. فاعذروني معلش يعني وانا بحط بقى الطشة كده للبامية ما كنتش مظبوطة قوي، فعدلت بقى بايدي ووريتكم البامية بقى وهي ايه الطشة التومة ديت. عايزة اقول لكم حلوة جدا جدا، بتبقى تحفة بصراحة. يعني من الحاجات اللي بحب اطش لها ايه التومة كده، البامية زي الملوخية زي العدس زي القلقاس، بحب اعمل لهم طشة التومة ديت، ان انا بصفر تومية كده وبقوم رايحة نازلة عليها على الخضار بتاعي. بس كده، نسمي الله بقى ونصلي على النبي. ولو اول مره بقى تشوف القناه يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. بدات بقى اغسل المواعين دي، المواعين بقى اللي كانت طالعه معايا من الفطار ومن الاكل ومن الطبيخ يعني. انا يا بنات يعني انا عندي بنتين زي ما انتم عارفين، فانا اسمى لهم الاكل، اسمى لهم قصدي الشغل يعني شغل البيت. فانا من بعد الغدا بقى يعني بطلع من الغدا، بطلع من المطبخ ما بيكونش يعني في معلقه في الحوض. انا من بعد الغدا بقى بصراحه ما بعملش حاجه. يعني هما بقى بيغسلوا مواعين الغدا، واللي بتنظف الشقه وبتلمعها هما الاتنين قاعدين دلوقتي. يعني هما الاتنين قاعدين. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا عندي ثانويه عامه، ادعوا لنا بقى ان شاء الله ربنا يكبر خاطرنا. احنا خلصنا خلاص امتحانات وقاعدين بقى في انتظار النتيجه، يعني فاصلين كده وبنقول يا رب وبندعي ربنا يكبر بخاطرنا وخاطب كل الطلبه يا رب وما يضيع تعب حد. وما الف الف مبروك لبتوع الدبلومات، نتيجه الدبلومات الفنيه ظهرت النهارده. طبعا مبروك لهم كلهم، وربنا يا رب يكبر بخاطرنا. ما عادش فاضل دلوقتي، ومن نتيجه الجامعات ظهرت وفي حاجات كتير ما عادش دلوقتي بقى الا الثانويه العامه. ادعوا لنا كده يا ربنا يكبر بخاطرنا. وقفت بقى اغسل المواعين اللي ورايا دي، الحله اللي انا كنت سالقه فيها الباميه، والمصفى بقى اللي كنت مصفيه فيها، وشويه اطباق كده مطرح البصله ومطرح الفطار واللي شرب شاي وكده. احنا متفقين على كده. يعني انا دخلت المطبخ الصبح حق ربنا ما كانش فيه معلقه. يعني انا بنتي شطبت المطبخ قبل ما تنام، هما بقى طبعا سهرانين كلنا، يعني كلنا سهرانين، وهي سهرانه كده دخلت بقى روقت المطبخ وظبطت الدنيا. انا كنت داخله بصراحه المطبخ ما كانش فيه ولا معلقه. المواعين دي كلها جت منين والله ما انا عارفه، يعني مش عارفه. بس انا اسمى لهم. يعني البنات يا بنات في الاجازه لازم تحملوهم المسؤوليه، لازم تعلموهم يشتغلوا، يرتبوا اوضهم، يرتبوا دواليبهم. يعني في حاجات في فتره الاجازه بالذات انا ما بعملهاش. يعني اوضتهم هم المسؤولين عنهم، دولابهم هم اللي مسؤولين عنه. زي ما قلت لكم كده المواعين ديت انا بيبقوا سهرانين بالليل بقى بيعملوا اللي هو الايس كوفي والمشروبات بتاعتهم دولت، عاوزين يتعشوا بيتعشوا، عصاير بيعملوا. بظبط لهم بقى يعني هم بقى بيظبطوا الدنيا طول الليل مع نفسهم وكده. فانا من بعد الغدا انا عليا بقى لقمه الطبيخ يعني الاكل، وهم بقى بيشتغلوا. فلازم يعني كل واحده بقى كده عندها بنات لازم تحملها المسؤوليه، والصبيان يشتغلوا. يعني بصراحة أي واحدة برضو عندها ولد لازم يشتغل ويتحمل المسؤولية. الدنيا بقت صعبة والحياة بقت رهيبة، يعني يشتغلوا كده ويتحملوا المسؤولية، مفيش فيها أي حاجة خالص. يعني أنا عندنا والله شباب يعني بسبب مجرد ما يعني هم لسه في الامتحانات بيروحوا يتفقوا في شغل وبيخلصوا امتحانات وبينزلوا شغلهم، بيجيبوا مصاريفهم. يعني حتى لو مش هيساعدوا أهليهم في المصاريف، في المصاريف هم بيجيبوا حتى مصاريفهم، بيجيبوا لبسهم، اللي عايز تليفون اللي عايز مش عارفه ايه. وعايزه اقول لكم مش الصبيان بس والله، يعني البنات كمان. يعني في بنات بتشتغل وبرضه بتكفي نفسها. ربنا يا رب يرزق الجميع ويوسع على الجميع. الغرض من الكلام في الرغي بقى في الدردشه اللي احنا بندردشها كده واحنا بنغسل المواعين، ان احنا نحمل ولادنا المسؤوليه. البنات لازم يتعلموا كل حاجه، احنا مش عايشين لهم العمر. دي نقطه. النقطه التانية ما انتش ضامنه البنت ممكن تتجوز فين، ممكن تتجوز بره البلد، تتجوز بعيد عنك، تدخل في بيت عيله، تبقى يعني مثلا بنتي اللي في الثانويه العامه دي ممكن يجي لها كليه بره المحافظه خالص وتضطر تعيش بره مثلا، حتى لو مش من غير جواز. يعني مش شرط. المهم انها لازم تتحمل المسؤوليه عشان في يوم ما تبقى لوحدها تقدر تسد وتقدر تتحمل مسؤولية نفسها. والله المستعان. ربنا يا رب يكرمهم ويبارك فيهم ويكرمنا جميعا يا رب ببرهم، دي اهم حاجة. ربنا يكرمنا ببرهم يا رب. بس كده. انا بقى غسلت المواعين وروقت المطبخ خالص. انا كنت طالعة برضو من المطبخ زي ما استلمته، كنت طالعة من المطبخ ما كانش فيه اي حاجة. يا رب يا رب يكونوا الكلمتين اللي احنا حكينا مع بعض فيهم كده في وقت غسيل المواعين يكونوا عجبوكم. ولو محتاجين نتكلم في اي حاجة
واحنا شغالين كده في المواعين او في اي حاجه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وانا عينيا الاتنين هرد طبعا عليكم عشان اتشجع ان انا اصور. انا مقله جدا دلوقتي في الفيديوهات بصراحه، من الاحباط، يعني ما مش شايفه نتيجه بصراحه في القناه. الله المستعان. بدات اغرف بقى الاكل بتاعنا اهو. دي الباميه بقى اللي باللحمه، دي بنتي اللي كانت طالباها وهتاكلها طبعا بقى بعيش، واللي هي المعمر بقى ده. وكان في شوربه، يعني طبعا شوربه اللحمه، واحنا يا بنات بنحب الشوربه حمرا، بنحط لها شويه طماطم كده عشان تبقى حمرا. بس كده بدأت بقى ايه، خلصت كده الغدا وطلعت، وبنتي بقى كانت واقفه جنبي بتغسل في المواعين بتاعه الغدا، الاطباق اللي طلعت دي، وانا وقفت وقلت اعمل ايه التحليه الصحيه اللي احنا اتفقنا عليها في اول الفيديو. انا هعمل كيكه اللي هي بالتفاح. جبت تفاحه كده قطعتها شرايح، دهنت، جبت مكعب زبده بس كده، فكيته كده في الميكرويف، ودهنت الطاجن بتاعي ده او الصينيه. انا جايبه الطاجن الصغير ده عشان اعمل بيه الحاجات ديت، بتبقى على قدي لوحدي. دهنتها كده من الزبده، وقمت جايبه التفاح بتاعي ده، وحطيت عليه ايه معلقتين عسل كده، برشه كده من القرفه. التفاح بيحب القرفه جدا جدا جدا. فحطيت بقى رشه كده من معلقه من العسل كده عشان خاطر يكرمل لي التفاح ده لما يدخل بقى الفرن. هعمل بالدقيق اللي هو الحبه الكامله، الدقيق الاسمر. ممكن تعملوه بدقيق الشعير، ممكن تعملوه بدقيق الشوفان، ممكن تعملوه باي بقى دقيق زي ما انتوا عايزينه. وحق ربنا يتقال عشان ادي لكل واحد حقه. انا شايفه الوصفه دي على قناه من القنوات اللي بتعمل دايما وصفات للدايت، اللي هي وصفات دودو. وصفات دودو دي قناه برضو من القنوات بتنزل انظمه، وبتنزل برضو وصفات للدايت وكده. فانا قلت اجرب عشان حق ربنا يتقال، ندي لكل واحد حقه. ننزل، يعني نزلت الوصفه وناس كتير بينزلوها طبعا، واحنا كلنا بنتعلم من بعض. بس كده حطيت برضو يعني معلقتين زبده بس كده. يعني انا والله ما استهلكتش المكعب كله، خدت شويه كده برضو، يعني معلقه، يعتبر معلقه كبيره كده من الزبده، وحطيتها. انا مش، هي مش دسمه خالص. حطيت سكر اللي هو السكر الدايت، ظرفين كده من السكر الدايت، ودي كوبايه من الدقيق الحبه الكامله. ممكن تتعمل بدقيق الشوفان، ممكن تتعمل بدقيق الشعير، ممكن تتعمل بدقيق الحبه الكامله. الثلاث حاجات دولت ممكن نعملهم الكيكه بتاعتنا دي، حلوه جدا جدا. جبت بقى نص كوبايه لبن، وبدات انزل واحده واحده. هي بصراحه الوصفه الاصليه هي عملتها بزبادي، بس انا عملتها بلبن لان انا ما كانش عندي زبادي. بس كده. وحطيت بقى معلقه خل في الاخر، ومعلقه بيكنج باودر زي الكيكه العاديه بالظبط، يعني حلوه جدا جدا. وهبدا بقى ايه احطها على هي بقى عملتها في طاسه وعملتها على البوتاجاز. انا بصراحه عشان خاطر بقى كنت مولعه الفرن، وكان الفرن لسه سخن، قمت قايله سيبه لسه بقى ايه، ولعت بقى عليه تاني، بس انا كنت طفيت يعني، بس انا قمت قايله اولع بقى تاني واحط بقى الكيكايه بتاعتي دي. لان بصراحه بيبقى يعني في النظام بتاعي ده بيبقى نفسي اكل حاجه مسكره. طيب انا اتغديت ايه بقى؟ انا اتغديت ايه؟ انا خدت معلقتين من المعمر بتوعي دولت بحته قطعه كده من اللحمه وكلتهم، وكلت باميه بس بالمعلقه، يعني كلتها كده بالمعلقه. بس كده. انا كان نفسي بصراحه اكل في المعمر، وبرده نفسي اكل باميه، انا بحب ده وبحب ده. فانا خدت بقى ايه حوالي عن 3 معالق كده من المعمر حق ربنا، وخدت اللهم صل على النبي قطعه كده من اللحمه، وكلت برضو، وكلت بقى من الباميه بالمعلقه كده. بس كده. وده انا بيبقى عليا، جه عليا وقت كده فتره اللي هي بتبعت المغربيه دي، ببقى نفسي اكل اي حاجه مسكره، ممكن اخد تمر، ممكن اخد اي حاجه، ودي خلاص بتبقى اخر وجبه. انا باخد وجبتين اتنين، فطار وغدا، وباجي بقى في بالليل اعمل بقى اي حاجه خفيفه كده، كوبايه زبادي، كوبايه شاي بلبن، قطعه من ديت، تمرتين 3، بس كده، فاكهه. ده كده الفيديو بتاعي يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.